القصه ديالي بدات ملي كنت واحد البنت في العشرينات، وكنت مبليه على الفلترات لدرجه واحد الحقبه من حياتي كنجي كنقلب التصاور في التليفون ولا في الارشيف ولا شي حاجه، نقلب على شي تصويره ديالتي في هذاك العامين، ما كنلقى حتى شي تصويره حقيقيه باش نشوف كي كان وجهي ولا كي كانوا عيني ولا كانت شي حاجه ولا تبدل فيا ولا ما تبدلش. ما كنلقى زيرو تصويره حقيقيه. هذيك عامين كنت كندير غير التصاور بالفلتر وكنحطهم في فيسبوك وفي سناب. صافي انا كان عندي غير فيسبوك وسناب، ما عمري عرفت انستغرام ولا شي حاجه اخرى من غير هاد الجوج. كنت كندير زعما داك الفلتر اللي غير كيصفي ولا كيزين شويه ولا كيرد الفيم غوز ولا لا، كندير هذاك اللي كيرد لي وجهي مثلث مقلوب بحال الفرماجه، عينين كبار بزاف بشكل غير معقول، والرموش بحال الشاشه ديال البرد. ترمشي جوج مرات وطيري، وانا الرموش اصلا في الحقيقه ما عنديش بكثره ديك الماسكارا ديال 10 دراهم. ايوا النيف كنت كنغبرو كيبقاش يبان بالفلتر مازال كيبانوا العينين والفم مقاد وصغيور ومبومبي وغوز، والنيف ما كيبانش، جوج نقيطات صافي وما كيبانش ممسوح كيتمسح. وانا في الحقيقه راه عندي واحد الخنفره، عيب تقولي لها النيف، خاصك تقولي الخنافر. واحد تقدر ديري فيها العافيه والجمر، وواحده ديري فيها خبز تفرنوت، وتشاط مازال البلاصه فين حتى شي مقرا شي طيب. دائما لا بغات تعيبني مي ولا شي واحد كتعيبني غير بهذاك الخنفره. جوج تقابي قداش كبار دائرين في وسط وجهي بحال هزه المنظار. الا شتيني من بعيد تقولي هذا غير هزه المنظار، المنظار كتشوف به هو راه غير نيفي محطوط فوق وجهي. الا درتي ديك ديري الاحتباس الحراري. وهذا الشيء كله انا ما كنتش لاقيه ليه الحل، خلي قدر بلي ما عندي ما ندير ليها وما نقدرش نبدلها وما كنتش راضيه بها، الله يسمح ليا. اذا الحل الوحيد اللي كنت كنلقاه قدامي وساهل وضغطه الزر كي كيقولوا هو الفلتر. واغلبيه ديال البنات كيديروا الفلتر، ولكن معقول ما كيبدلش بزاف. انا لا كندير داكشي اللي كيحطني وحده اخرى، ماشي انا كاع، وحده اخرى انسانه انا كنبقى نشوف راسي وكنقول شكون هادي. ماشي انا كاع ما نتقبلاش راسي، ما متصالحه مع ذاتي لا من قريب ولا من بعيد. المهم كنحط التصاور ديالو ستوريات في سناب، وكنحط التصاور ديالي في فيسبوك، وكانوا عندي الاصدقاء والعائله وداك الشيء كامل، وكانوا اصلا كيديروا لي هذه الملاحظه، كيقولوا جيتي واعره مفرقعه في هذه التصويره، واللي شافك ما يقولش نتيا هاي هذا الشيء. واللي باين هذاك فلتر النفس صغيور بحال القمحه، والعينين قداش، والفيم مجموع والدقيين مجموع لتحت مثلث بحال البلغه. وانا راه وجهي عباره عن مربع تتوسطه ثقبتين بحال سبونج بوب. ايوا ككل الفتاه كانوا كيجيوني الرسائل في البريفي، الميساجات الخاصه في الفيسبوك، وكنلقى الدراري السلام الزين ممكن تعرفوا، السلام الزين كذا كذا، وكنت كنجاوب. شحال من واحد كنجاوبو كنهضر معاه وكيعبر لي على الاعجاب وكيقول لي نتلاقاو، ديري عطيني النمره ديالك نديرو ابل فيديو، هذه حتى كنهضر معاه مده. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما كانتش كتخليني نكمل مع شي واحد ولا ندير معاه ابل فيديو ولا نتلاقى معاه ولا هي انني انا ماشي انا هي هذيك اللي في التصاور، حيت داكشي مبالغ فيه، ماشي زعما غنقول لكم شي فلتر خفيف ولا شي حاجه، داكشي مبالغ فيه الى ابعد الحدود. ولكن الحاجه الوحيده اللي ما كانتش كتخليني نكمل مع شي واحد ولا ندير معاه ابل فيديو ولا نتلاقى معاه ولا هي انني انا ماشي انا هي هذيك اللي في التصاور، حيت داكشي مبالغ فيه، ماشي زعما غنقول لكم شي فلتر خفيف ولا شي حاجه، داكشي مبالغ فيه الى ابعد الحدود. كنت كنخاف عليه من الصدمه النفسيه ولا الازمه اللي غادي توقع ليه، ولا يطيح ليا تما ونقلب على الوقايه المدنيه ولا شي حاجه. اللهم كنت كنقطع العلاقه صافي، كندير خصومتي من راسي ونقلب على شي سبه ونقول له الله يعاون، علي دبست معاه، علي قلت ليه تخطبت، علي قلت ليه حصلني با، علي كندير راسي انا خويا زعما وكنهضر معاه كنقول ليه كنفكر في البلاد تهضر لي مع اختي، كاع سيناريوهات درتهم، هل غير كنبلوكيه هكاك وصافي. ايوا البنات اللي كنت كنعرف كيقراو معايا في لافاك، ها اللي شاده في قرايتها مكملاها، اللي كتجري من هنا، اللي تقلب البوليكوب، اللي تحفظ، اللي تقلب اللي راجع معاها، شادين طريق وكيقراو كيفاليديو غاديين عام بعد عام عام بعد عام. انا تلهيت في داكشي ديال التصاور والتفاهه، والعام اللي جا يلقاني العام الاخر اللي فات كيتسالني مازال ما فاليديتش، العام اللي جا البنات وصلوا العام الرابع وانا مازال في العام الاول مدقدقه. اختي الصغيره خليتها في التحضيره وصلت عليا لافاك، وليت انا هي اقدم طالب في لافاك، نعرف مولين الديتاي برا، نعرف الفرق، نعرف اليساريين، نعرف اليمينيين، نعرف كل شيء، داكشي حافظاه. شي قرار الا غيدار في لافاك خصهم يتشاوروا معايا انا ماشي مع العميد. ما كنت كندير حتى شي حاجه، ما كنقرا ما كنحضر ما كندير والو. الا لقيتني في لافاك تلقيني في الحلقيات هزه جوج صبعان وكنغوت حتى انا وكنتظاهر كي اليوم كي غدا الامتحان ولا بدا مع دوك اللي كيبغيو ياجلوا الامتحانات، واخا انا كاع ما داخله ما عارفه ما والو، انا كنقرا التاريخ وهما دايرين البيولوجيا واقفه معاهم في الحلقيه. فين ما درتي تلقاني بداك الكارطابل وديك الكاسكيطه وهز جوج صبعان كي اليوم كي غدا بحال مفوض قضائي. واحد النهار جيت للدار مكموضه بالجوع، عينيا داخلين، انا من البارح ما واكلاش وزيد داك الغد ليه. ايوا رجعت للدار وحطوا الغدا، اش تاكلي اجي ما تاكلي مالك ما بغيتيش اجي كذا اجي ما كذاش. قال لي با مالك انت بعدا ما كليتيش البارح اليوم ما بغيتيش تاكلي. قلت لي ما عنديش منين يدوز. قال لي هذيك العنقره اللي كتردي منها ما غيدوش منها. قلت لي لا با شوف راه دايره الاضراب مع الطلبه ديال ليكونومي، دايرين اضراب على الطعام باش يأجلوا اليوم الامتحان.
وبقى خويا واختي وها ها وكيكي وها ها وكيكي كيضحكوا عليا في داك الغدا، ومي ما فاهمه والو، مي ما عارفه لا شنو هي لافاك لا ليكونومي لا اضراب لا ما عارفاش هي كاع اش واقع. بقات غير كتشوف مالها اش قالت مال الجوع، كيفاش علاش كتضحكوا، كيفاش اضراب على الجوع. انا خليت خوتي كيضحكوا شرحت لهم قلت لهم وي دابا الطلبه ديال ليكونومي ما بغاوش ياجلوا لهم الامتحانات وتزيروا وجلسوا كيجلسوا في داك الجامعه وداك الشيء وكيديروا الاضراب على الماكله، ما كياكلوش حتى يلبيو لهم المطالب. وكيضحك خويا قال لها هي راه كاع ماشي شغلها في هذوك الطلبه، هي راه كتقرا بعد التاريخ وهذوك كيقراو ليكونومي. قالت لي راه غير التضامن نضامن معاهم باش نكثروا العدد. تشادين انا وخويا وبقيت كنغوت وناض ليا با ناض ليا با دخلني بواحد الصنداله كيعطي فيا كيعطي حتى حمدت الله وشكرته على النعمه. جات امي كملت لي داكشي اللي بقى من بعد ما فهموها خوتي شنو درت، وبقات ها اللي باقي يقتل راسو بالجوع، ها اللي تضامن مع الناس هو كاع ما فهم والو، ها حنا فرت فرنوش اش خصك القرض بوكيد الورد، اش خاصك وديري الجوع لراسك وتجي سميتها بالجوع. المهم مسكينه داكشي اللي شرحوا ليها خوتي جات سلخاتني وكتقول لي هاد الديسكور. ايوا تغداو هما وكملوا الجماعه وكيهضروا، بقيت انا في البيت كنبكي كيكلب الشتا، ما انا من الواكلين الشاربين، ما انا من القاريين، ما انا من غير اللي بقات كرامته. كون كنعرفوا الطلبه ديال الاقتصاد هادشي درت عليهم، هاد القتله اللي كليت عليهم كون داروا لي تمثال في لافاك ديال القاضي عياض. ايوا مرت الايام ومرت الشهور وبقيت انا الحاله هي الحاله، نمشي لافاك نهار ونجلس 3 ايام، نمشي يومين ونجلس سيمانه. وعطيها غير التصاور والتطبيقات فين ما كان شي تطبيق ديال التبدال ديال الوجه وداك الشيء متيليشارجيها في التليفون، ها فيس اب، ها ميك اب بلاس، ها ميك اب بلس، ها الرام. بعد المرات التصويره كندوزها شي 3 ديال التطبيقات، نتصورها في السناب بالفلتر وندوز ديك التصويره للتطبيق الاخر نزيد نوسع فيه العينين وندوزها لشي واحد كيملس الوجه وندوزها للاخر اللي كيصغرني في اكثر واكثر، وهكذا نقادها مزيان عاد نحطها في فيسبوك وتسمعي نايس توف نايس بيك تبارك الله باس بريفي جيتي زوينه ما شاء الله، ودوك عائلتي مطلعين ليا حتى هما يا طانزين فيا تبارك الله، بنت خالتي بنت عمتي تبارك الله الزين والحمام وهكذا. ايوا ملي كنت كنتلاقى مع شي طالب ولا شي حد كيعرفني في الحياه الواقعيه وكيعبر لي على الاعجاب وكيبغي زعما يتقرب مني ولا شي حاجه ما كنتش كنبغي، وزعما داك الشخص راه كيكون شايفني على حقيقتي وشايف وجهي وشايف كلشي، ومع ذلك كيبغي يتقرب ليا وكلشي وانا ما كنتش كنبغي. لا انا كنت حاضر غير الميساجات ديال الفيسبوك وديال السناب وكنبقى نهضر مع الشخص حتى نعيا وفي الاخر كنبلوكي حيت ما نقدرش نتلاقى معاه هكاك حيت انا ماشي انا هي هذيك. المهم مرت الايام عاوتاني ومرت الشهور. ايوا من بعد غادي نتلاقى مع فاطمه واحد صاحبتي اللي غادي نتلاقى معاه في واحد الوقت اللي غادي تبدل لي حياتي وغادي تصافقني واحد 2 تصفيقات وتفيق لي هذاك السبات العميق اللي انا سبتها فيه كيدوب بقطبي. حياتي كتضيع وانا ما كندير فيها والو. ومن هذا المنبر كنهدي لفاطمه هذيك الاغنيه ديال فاطمه البنينه كاع ما حشمتي بينا، فاطمه البنينه كاع ما حشمتي بينا. ايوا كنا جالسين في واحد المكتبه ديال لافاك، في المكتبه ديال لافاك جالسه انا مجمعه والناس كيقراو مع دوك صحاباتي الفاشلات اللي بحالي، وكانت فاطمه جابتها معها واحد البنت وسولتها قلت لها اش مشوبه كتقرا؟ قالت لي انا اختي ما كنقراش في لافاك، انا غير جيت مع صاحبتي دايزه وقالت لي اجي نمشيو لافاك نشوف صحاباتي كذا كذا وجيت معاها. صافي بقينا مجمعين انا وفاطمه وداز الكورون بيناتنا، يعني كاينه شي صاحبه بعض المرات كتلاقيها كتهضري معاها شويه كتولي صاحبتك. صافي عطيتها النمره عطاتني النمره بقينا كنجمعوا كندويو حتى ولات صاحبتي الى يومنا هذا. بعدا ملي عاودت ليها في الاول وقالت لي اش كديري اش من شعبه فين وصلتي دابا واش كديري الماستر واش كذا واش كذا، شرحت لها قلت لها فاش عرفت بلي راه انايا راه سنين وانا في لافاك وما دايره والو ما فاليدي والو وما شاده حتى شي طريق وما مسوقاش، دارت لي واحد ديسكور ديال النكد ولا واش كتخربقي صاحبتي والوقت ما بغاتش لك هكا وخاصك تزيري راسك وكذا وكذا وكذا. فاش شفت الفيسبوك ديالي قالت لي سد عليك هذاك الشيء قالت كتروحي تصاورك والناس كيتغزلوا فيك هذاك الشيء راه ما دايمش وخدمي على مستقبلك وعلى. المهم هادشي اللي دارت لي في الاول. صافي من بعد هضرنا وبقيت كنسمع لها هضرتها وبقينا صحابات، بقينا تقريبا صحابات انا وياها مده طويله زعما قبل اول مره نمشي معاها لدارهم مشيت 6 شهور حنا صحابات عمرني ما مشيت معاها لدارهم، كانت هي اللي كتجي عندنا لدارنا. النهار اللي مشيت انا لدارهم تصدمت بزاف من التواضع ديال هذيك البنت حيت دارهم واعره بزاف والناس لاباس عليهم والتواضع لدرجه مع مرها قالت لي راه دارهم دايره بحال هكاك ولا باها هو هذاك ولا عائلتها دايره بحال هكاك ابدا، حتى اللباس ديالها كان عادي كان كيبان اللباس زعما محترم وداك الشيء، ولكن ما كنتيش تقولي هذه راه ما عرفتش بنت شكون ولا. كانت واحد البنت اللي ميسوره بزاف ولكن كانت مع مرها بينات ليا ولا قالت لي ولا ابدا. وانا قلت لها فشيت اول مره دارهم قلت لها اختي انت عايشه في هذا الخير كامل وهذا الشيء ما بيناش عليك واختي انت متواضعه. صافي زدت علقت بها وزادت عليا اكثر. المهم بقات هي دائما كتجي عندي للدار وكنمشي عندها انا للدار ودائما مسكينه كتقرصني وكتقول لي لا صاحبتي جمعي راسك خاصك تقراي الا ما بانش لك في لافاك خرجي وديري شي تكوين ولا شي حاجه ولا ديري شي حاجه ما تبقيش تضيعي الوقت ولا على الاقل بقاي في لافاك قراي وديري الماستر ولا شي حاجه ديري بعدا غير لا ليسونس انت ما عندك حتى لا ليسونس. المهم كانت هذا هو النوع ديال العلاقه بيني وبينها وليت خطيبتي عندها للدار وهي خطيبتي عندي للدار. ايوا مرت الشهور ومرت الايام عاوتاني. واحد النهار قالت لي فاطمه اجي تغداي معنا راه غادي يجي واحد ولد عمي. قلت لها هي واش بيننا وبين ولد عمك اختي انا خوتك وكنحشم منهم؟ قالت لي لا هو ماشي بحال خوتي هو متفاهم وناشط وكيبقى يضحك وداك الشيء غير عجباك غير اجي نجلسوا معاه راه عزيزه عليه انايا. ايوا مشيت انا ملي مشيت كنت كنتسنى شي ولد عمها مش حتى بحالي مضيع ايامه في شي بلاصه ولا ما عنده ما يدار ولا هبيل مسطي مسالي بحالي.
وانا نمشي ودخلت لقيتو في الدار الزين والطوله والهيبه هيبه. وفي الحقيقه ملامحه هو كاع ما زوين، غير هو عنده الهيبه ومقبول بزاف. ولا ما عرفت واقيلا كنبرد على راسي ملي كنقول ماشي زوين. المهم انا مازال ما حكيتش هاد المعضله، واش هو زوين وانا ما راضياش ولا هو ما زوينش كاع وصافي. صافي تغديت معاهم مجموعين، انا باها امها كلشي داكشي. كان واحد الناس متواضعين جدا ما يقولوا لك طابت ولا تحرقت ولا شكونتي ولا والو، والدار قداشو الفيلا ماشي الدار داكشي تبارك الله. صافي هو كان كيتناز وكيضحك هذاك ولد عمها، كيتناز وكيضحك والنشاط وداكشي، وماشي بحال خوتها مثلا كانوا حشوميين وما عندهمش مع البراني وداكشي. صافي تغدينا جمعوا داكشي، تجمع كلشي، مشينا جلسنا وبقينا انا وياها جالسين في واحد الصاله وهو جا عندنا وبقى مجمع معنا وكيضحك معاها في شكل. ايوا صافي السيد مشى في حاله. وبعد 7 اشهر دازت 7 شهور مورا ما شفت داك ولد عمها وداكشي، ولكن من نهار شفتو قلبي ما هنا، عجبني بزاف وسلام معايا، ولكن كنقول طريقه اليه مستحيله. اش جابني انا ليه؟ انا اش كندير مجليه في لافاكي الهبيل؟ ما انا من القريه، ما انا من الفاليديات، ما انا من الفاهمات، ما انا من المتخرجات، ما انا من المتدخلات. ايوا صافي نقولها ليها، قلت لها فاطمه اش نقول لك اختي واحد الحاجه وانت صاحبتي وما عندي نخبي عليك. شي داك ولد عمك فلان عجبني بزاف والصراحه كنبغيه. دارت فيا وقالت لي جمعي راسك اش كتبغي، واش انت شفتيه غير مره واحده وبغيتيه وكذا وكذا. في الاول هي ما بغاتش، حيت اصلا الصراحه ماشي حيت ولد عمها، هي دائما كتنصحني بحال هكا، كتقول لي بعدي من الدراري وجمعي تصاورك من الفيسبوك وكذا وكذا. صافي نقرات حتى هي، انا ما دخلتش داكشي راسي، قالت لي انا ما عنديش مشكل نعطيك نمرتو، هاك يا اختي هضري معاه، هو اصلا ضيف، ولكن راه ما بغيتلكش هذا الشيء، ماشي وقته، ركزي في قرايتك، راكي تضيعي ودابا وصلتي 25 عام غادي 26 ما كديري والو. قلت لها عافاك غير عطيني النمره، انا صافي انايا عارفه اش كندير. عطاتني النمره ديالته. ايوا صافي انا ماشي من العكزات ولا من الحاشمات ولا من اللي كيحشموا ولا كيمرقوا، لا انا دخلت فيه نيشان طول وعرض في الواتساب، السلام عليكم وكذا وكذا، وكتبت لي واحد الميساج عادي اخوي بالفرنسيه. الحاجه الوحيده اللي كنت كنعرف نديرها في حياتي هي نهضر ونكتب بالفرنسيه. ايوا هي هذيك سالو، وداكشي كتبت ليه ميساج طويل عريض محترم بالفرنسيه، ما جاوبنيش في النهار الاول، عاود كتبت ليه ميساج اخر عاد جاوبني وقال لي حتى هو شكون معايا كذا كذا. قلت ليه انا راه واحد البنت صديقتك قريت معاك، حيت انا من بعد التحريات وفاش سولت فاطمه عرفت بلي انا وياه شدينا الباك في نفس العام مع الاسف الشديد، وهو خدام مدير ديال الموارد البشريه في واحد الشركه، وانا شاده معاه نفس العام الباك. جالسه كنشد بان وكنبيع الدل وما كاينش اللي يشري عندي الدل. ايوا صافي كنت دايره التصويره ديال الواتساب حتى هي مفلتري بالفلتر مبالغ فيه جدا. تشوفيني تقولي لي هيفاء وهبي نقول لك نعم، فيا ماتها ملي كانت في الثلاثينات وكانت زوينه، هي حتى دابا زوينه زعما ملي كانت في اوج العطاء، كان بان كان حمق. غتقولوا لي واش عرفك واش كذا؟ ما يمكنش، مستحيل يعرفني. اولا ما غاديش يعقل عليا حيت تلاقاني مره واحده في دار فاطمه هذه 7 شهور اللي فاتت يعني. ثانيا ماشي انا ديال الواقع، ماشي انا ديال الفلتر، ولكن واخا هكاك عجبني وقلت زعما انا شنو قلت نبقى نهضر معاه ونبقى نقص في الفلترات حتى يعرفني على حقيقتي، وصافي نكون ديك الساعه وصلت ليه لقلبه وشرايين الاعماق ديال قلبه ان شاء الله. انت ملي كتبغي شي واحد وكطيحي فيه كتبقاي تلقي هاد الحلول العبيطه. ايوا صافي وهو ظريف كما قالت لي فاطمه وكيعطي وقت الانسان وكذا وكذا. صافي انا كذبت عليه قلت له انا راه قريت معاك. هو قال لي اونشونتي، وبقينا كنهضروا انا وياه، انت قريتي معايا ها فوقاش جبت انا جميع المعلومات اللي غتخصني من عند فاطمه. صافي بقيت كنهضر معاه مده، وكنعاود لفاطمه كنقول لها عرفتي شنو هضرت مع ولد عمك ظريف كذا كذا. كتقول لي اخويا راسك وسيري ركزي في مستقبلك وركزي في راسك، داكشي ما خدامش ليك. المهم طورات الامور بيناتنا انا والدري، وقال لي صيفطي تصاورك باش نعرفك شكون انتيا، حيت انا كنصبح عليه الصباح بميساج والعشيه بميساج والهضره بالفرنسي وكيقول هادي كاع ما عرفت شكون. صافي قال لي صيفطي لي تصاورك باش نتذكرك شكون انت بالضبط اللي قريتي معايا وكذا وكذا، خصوصا انني كنهضر معاه وكنضحكوا والنشاط وداكشي بحال شي صديقته. صافي وانا نصيفط ليه كاع تصاور لي نشره فيسبوك كيتشمشوا، جمعتهم وصيفطهم ليه وعجبته بزاف، وقال لي ما شاء الله عليك كتحمقي وغزاله كذا كذا، ولكن ما تذكرتكش انا ما عقلتش عليك. قول لي السميه والكنيه وانا نعطيه سميتي، واحد الكنيه ما عندها حتى شي اساس من الصحه. صافي مسكين الدري قال لي انا ما عرفتكش، ولكن قال لي شوفي صدفه زوينه هذه، غير خليك نبقاو نهضروا. بحالنا ارتاح ليا وعجبته ملي شافت تصاوري. بقينا كنهضروا شي 3 شهور وحنا كنهضروا انا وياه، وكيشوف دوك التصاور ديالي مره نحط شي ستوري في الواتساب باش يشوفها وهكذا. انا هنا كنهضر معكم راه عندي 26 عام وغادي ل 27 في هذه الوقيته هذه. صافي انا فين كنمشي للدار دارنا تليفوني كنعطيه لولاد اختي ملي كيكونوا في الدار، كنعطيهم التليفون كنقول لهم هاكو لا تدخلوش الواتساب وفيسبوك وكذا وكذا، هاكو ديروا يوتيوب وتفرجوا في الفيديوهات ديال الدراري الصغار داك الشيء ديال الاطفال، وديروا تيليشارجيو لي جو كلشي، ولكن ما تقيسوش ليا هذا. صافي هما كانوا بعقلهم، واحد عنده 8 سنين ونص واحد عنده 6 سنين. واحد النهار جالسين في واحد الصيفيه وواحد الحراره المفرطه بحال ديال دابا، كاينين ولاد خوتي وبا امي منشورين في داك الصهد، شاعلين واحد الفرفره، وكنمشي انا كنوقف حداها ونبقى ندور حداها بحال داك العود ديال الشاورما، وديك الفرفره عاد ما كتزيد تطلق ليا الصهد. ولابسه واحد البيجامه ديال ميدوك ديال الخيط ديال دوك العيالات الكبار
بلا سوتيان بلا والو، البيجامات اللي هي بيجامو عندها واحد شويه ديال الصفيفه هادوك خضراء وكبيره عليا، جيت كنبان فيها بحال البركاسه، تشوفوني وتلوحي فيا الزبل. وشعري ما كنتش دايره ليه حتى حاجه، حيت انا اصلا داك النهار كنت ما قارياش، انا اصلا واخا نكون قاريه ما كنمشيش، المهم داك النهار ما مشيتش. وشعري انايا ما كنتش ماشي شي شعر غادي يتقاد لك بلا ما ديري ليه البروشينغ ولا شي حاجه، لا كنت حارقه بالسيشوار ولي بلاك سيشوار ولي بلاك سيشوار ولي بلاك حتى تقولي ليه والكباله ويقول لك وانعام. ايوا في هذاك الصهد ديال داك النهار كل ساعه نمشي نخشي تحت الروبين ونكب عليه الماء، ونخشي تحت الروبين ونكب عليه الماء، حتى ولا مسكين هائج الى قليل الهيجان، طالع الفوق. انا دايره الباندا، وديك الباندا اللي دايره ليه بكثرت ما هو تشعكك غبرت في وسط الشعر ما بقاتش كتبان، ولا كيبان لك غير طالع بحال اناناسه. حالتي ويامي في ديك الكسوه وداك الشعر، وتشوفيني وتقولي لي الكلبه ونقول لك وانعام. والعروقات العروقات العروقات صافي. ولاد اختي هازين التليفون كالعاده كيصوروا فينا بحال دوك اللاجئين، يصوروا اختها امهم ويصوروا امي ويدخلوا للكوزين يديروا الفيديو. كيعرف الدراري الصغار فيهم هذا الفعال ديال يهز التليفون بقى يصور، ويصوروني انايا بالفيديوهات وتصور الفيديوهات وتصور الفيديوهات وتصور. كنقول وحيد مني سير عند امك الله يقطع لك الجدر، سير الله يدير لك دوك الدعاوين اللي كندعي حيت الصهد وكيصور فيا وانا ما حاملاش راسي، وانا اصلا ديجا معقده. كنتصور انا فقط بالفلتر، ما كنتصورش انا بالكاميرا العاديه، ما نقدرش نتجرأ حتى نحلها ونشوف فيها وجهي. صافي ولفت الفلتر، ما بقيتش متقبله نشوف راسي في الكاميرا، نشوف في المرايه وما نشوفوش في الكاميرا. كنحل الكاميرا يبانوا لي دوك الخنافر تيطلعوا عليا بديك الحاله. صافي وانا ولفت الفلترات. صافي كيصوروا فيا صوروا فيا وانا غاديه، صوروا فيا وانا جايه، وانا كندور حدا ديك الفاره بحال العود ديال الشاورما وانا جالسه، وكيقربوا لي وجهي وكيقرب داك النيف. المهم صوروني عرام ديال التصاور والفيديوهات وانا كنسب بعدو مني واسيروا عندكم وطفوا الهمج والله يدير لكم. كنغوتوهم مصوريني، ولكن انا كنت كنقول عادي اصلا هما ملي كيجيو كنعطيهم انا التليفون وديما كيديروا دوك الفعايل وكيضحكوا، وهما محيدين الحوايج، محيده لهم اختي مهم الحوايج مخيله لهم غير الكراسن كيضرب بحال دوك القروده. المهم حالتنا تشفي العدو، واحد نص دلاحه محطوطه مكوله بالمعالق، واحد القرعه ديال التلمه ديال المناضه وهي راه فيها الماء والشراوط. المهم الحاله اللي كتكون في الصيف ملي كتكونوا صافي ديك الحراره القاطعه المفرطه وانتم مجموعين في الدار والبراش ولاد خوتك، كتكون الدار مرونه. يوم هي الى دقائق نعسو الدراري، وهزيت انا تليفوني كالعاده، بغيت نتكونيكطا ونهضر مع حب قلبي، وانا نهز داك التليفون ولقيت الكونفرساسيون ديالته ديال داك الدري ولد عم فاطمه مفرقعه فيها شي 16 نوفو ميساج بالخضر كتسينيالي، وقلت بصيفط لي 16 نوفو ميساج. وانا نحل الكونفرساسيون يا ريتني ما حليتهاش، ولقيت كاع دوك الفيديوهات اللي صوروا ولاد اختي وديك التصاور اللي صوروني وانا كنقلب وكنسب، وانا مولفه كنهضر معاها غير بالفرنسي، لا الاوديوات لا الكتابه. وانا نحل الكونفرساسيون يا ريتني ما حليتهاش، ولقيت كاع دوك الفيديوهات اللي صوروا ولاد اختي وديك التصاور اللي صوروني وانا كنقلب وكنسب، وانا مولفه كنهضر معاها غير بالفرنسي، لا الاوديوات لا الكتابه. وكنرقق صوتي بزاف، بغيت نهضر معاه. لقيت ولاد اختي هزو التليفون وحلوا الكونفرساسيون واتساب ديالته هما بدون قصد، مساكن هما صغار ما عرفوش، وصيفطوا ليه كاع دوك الفيديوهات اللي كنغوت وكنسب. وداك الشعر تابعني بحال داك البنو ديال الجيكس اللي كيكون معلق عند العطار هكاك تماما، ومشاكك مشاكك مشاكك مشاكك، والتصاور بلا فلتر، زائد انهم مصورين بلا على غفله، وديك نص دلاحه مصوره الفيديو فيه داك بناعس ونشر رجلي فوق الطبله وواحد الحاله، كلشي داكشي تصوروا فيديوهاتي وتصاورينا بهذيك البيجامه ومخاشيه كرشي في ديك الفرفره ديال البرد، كلشي هداكشي داروا ليه سيليكسيوني تو اونفايي وصيفطوه ليه. لقيته هو مفرقع بالضحك، ها 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 كي 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 ها ها كي 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 في لي ميساج في واتساب، واش انت هادي وايو ار سو كيوت قال لي بلونجلي، قالك زعما انا كنبان كيوت، زعما واش بغى يقد لي خاطري مسكين. كيضحك وقال لي والله الا راكي ناتوريل، علاش كتبقاي تصيفطي الفلترات؟ او لا فرق كبير ما بين التصاور اللي مصيفطه ليا وهاد التصاور، واش متاكده انت هادي؟ ما بقى عارف واش يدير لي خاطري ولا يقول لي واش انت ولا ما انتيش، ولا يضحك ولا يتعجب ولا شكون ولا كذا ولا كذا ولا مالكي كتغوتي ولا. قال لي هادوك راه غير دي زونفون، علاش كتغوتي عليهم؟ ما تقوليش لهم هكاك، ما تقوليش لهم الهمج، ما تقوليش لهم سيروا الطيط، حيت انا كنقول لهم سيروا الطيط بداك الصاد. واش غنقول لكم؟ نبلوكي ونديبلوكي نبلوكي ونديبلوكي نبلوكي ونديبلوكي، انا كنكتب وانا كنديبلوكي وكنسب في اختي، كنقول لها الناس كيولدوا الدراري الصغار وانت والده الهمج، جلسي في دارك لا تبقايش تجي عندنا وعيب الله ويك 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 ويك. صافي با كيغوت عليا، انا ما بقيتش كاع حاسبه واش كاين ولا واش هو با ولا واش كبر مني ولا شي راجل براني ولا شكون هذاك اصلا، ولا تصدمت. كندور في دوك التصاور اللي كنلقاهم مصيفطينهم ليه، كتجيني البكيه حتى العينيه وكتنشف، تجهد باش يخرج الدموع ما بقاش. تقولي لي هو الكلبه ونقول لك نعم لا، انا كنبلوكي فيه ونديبلوكي ونكتب ونمسح نكتب ونمسح نكتب ونمسح، هو كيقول لي شوفي سي با غراف عادي، وكيضحك ها 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 كي 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 ها كي 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 في الكتابه، كيصيب دوك لي زيموتيكون اللي كيضحكوا ولي زيموتيكون ديال القلب، وكيقول لي والله الا مزيانه انت ناتوريل هكا عادي، شوفي ماشي مشكل هذا الشيء، حاس بيا انني تقرصت. وفي نهايه المطاف بلوكيتو، حيت بقى فيا الحال داك الضحك اللي كيضحك فيا. وانا نمشيو عيطت على فاطمه وكنبكي ويك 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 ويك،
كنبكي هيقيق حتى صافي نشف ليا قلبي، نشفت من الداخل، وليت بحال ديك الحاجه اللي كديرها في الفران وكتنسيها حتى كتكمض بالعافيه وكتولي قاصحه، وليت بحال ديك الكرداسه اللي كينساوها الناس في السطاح. قلت لها فاطمه اش وقع، اش واقع كاع؟ قلت لها راه صيفطوا لي ولاد اختي تصاوري بلا فلتر. ايوا صافي هذا حتى هو مشكل تبكي عليه. قلت لها لا خاصك تشوفي اش من تصاور، صيفط لها كاع داكشي. قالت لي اختي هادشي بزاف سركنيت، انت اللي كتبقاي غير طالقه داك الحلق وكتغوتي وكتسبي مالك اختي هذيك البيجامه بحال الهياض ياك لاباس. ويلي شاد الحاله قالت لي فرق كبير ما بين كنتي في الفلترات والبوزات والجلسه والقهيوه وداكشي وهذا الشيء اللي صيفط لي الدري مزيان. قالت لي صافي دابا جمعي راسك بلوكيتي. قلت لها والمشكله قلت لها بلوكيتو ما صوناش عليا ولا. قالت لي سرك مهم تقطع هذاك الحبل، سالينا هذاك الشيء صافي. الغد اللي تلاقيت مع فاطمه وبقات درت لي واحد المحاضره بحال ديك المحاضره اللي كدير لك ممكن نهار الحد اللي عيقتي عليها، تجي وتبقى تقول لك كدايره لياتك داروا وانتيا فعلتي ونعستها للجوج هكا كدير ليا هكا دارت ليا صافي. قالت لي شوفي لافاك ما باقيش تمشي ليها، واش انت 5 سنين في لافاك؟ شوفي الدري ودامي راه انت وياه دير الباك ماشي عيب عادي. كاين اللي كيقدر على لافاك كيمشي كيدير ماستر ولا يدير لا ليسونس ولا يدير شي حاجه ومن بعد يدير مدرسه الاساتذه ولا شي تخربيقه. كاين اللي كيشد الدكتوراه في لافاك، دكتور في اللغه العربيه ولا دكتور في الفيزياء النوويه ولا شي عجب. انت اش جالسه كديري الحلقيات وجالسه كتابع الناس اللي دايرين الاضرابات مالكي. المهم عطاتني وانا غير جالسه واحد راه في الارض مره كطيح لي شي دميعه. هي تقول لي صافي تحبسي لافاك ودابا تخطا باش تمشي تقراي ولا ديري شي حاجه ديري شي حل راسك. واش انت باك هذا ما عندهمش ما فحالهمش وكديري هذه الحاله فين غاديه؟ قلت لها خاصني نخدم. قالت لي فاش تخدمي اش عندك؟ قلت لها اللي عطا الله. صافي بقات كتقلب معايا شحال عاد فكرت دير لي الطرن وقالت لي دفع لي سونتر دابيل خدمي في سونتر دابيل. قلت لها انا ما كاينينش بزاف لي سونتر دابيل في المدينه عندنا وكاع اللي كاينين ما كيخلصوش شي خلاص. قالت لي شحال كيخلصوا؟ قلت لها 4000 درهم 5000. قالت لي لقيتيها دابا انت اش من دبلوم عندك واش من قرايه واش من كفاءه اللي غتعطيك تمشي تخدمي في شي خدمه ويعطوك 4000 ولا 5000 درهم؟ اشنو كديري كتعرفي ديري اش كتعرفي ديري الفلتر؟ قلت لها عندك الحق الصراحه ما عمري خدمت سونتر دابيل ما عمري فكرت فيها كاع ولا طاحت ليا في بالي. قالت لي كدوي بالفرنسي. قلت لها وصافي غدا دفعي. كيفاش غدا لا فاكتي؟ قالت لي غدا غادي نمشي نصايب لك السيفي ودفعي. وفعلا مسكينه وقفت عليا على قدم وساق وداتني للدار وصايبت لي حتى هما البيسي والامبريمونط وكلشي كاين. صايبنا السيفيات شي صيفطناه في الانترنت شي مشينا دينا حتى حطيناه وعيطوا ليا صراحه عيطوا ليا ودوزت لونتروتيان في التليفون وعيطوا لي دوزت لونتروتيان طيطاطيط وعلى دي مارشا كيعرفوهم الناس اللي خدموا في لي سونتر دابيل وخدمت صافي وتقطع عليا هذاك الهبال وهذاك التبرهيش ومسحت صوري في فيسبوك. صافي حياه وحده اخرى بديتها. فعلا خدمه صعيبه سورتو اول مره ندخل لسوق الشغل وداك الشيء، ولكن كانت واحد المحطه مهمه في حياتي. كنا شي فاطمه اللي قرصتني ودارت ليها كره انا مازال غادي ندير 35 36 40 45 50 عام وانا لقى راسي ما درت حتى شي بزاف في حياتي. لان الحياه دغيا كدوز يخفلوك الطرن يقول لك 2052 2090 مشى العمر. الزواج كيبقى قسمه ونصيب، يقدر يصدق ويقدر ما يصدقش، يقدر يسهل عليك الله تزوجي يقدر ما يسهلش عليك كاع ما تزوجيش كاع ما كتب لك تزوجي اصلا مثلا. ايوا هي هذيك خدمت ولفت الخدمه وتسترت في هذيك الخدمه وليت بالعكس نضجت بزاف وتبدلت ديك البنت واحد 100,000 درجه. انا يا زعما تبدلت بزاف يعني انا اللي كنت كنقرا في لافاك وكنت ما كندير حتى حاجه في حياتي وغير كنخربق لا علاقه ليها بانا اللي خدامه دابا لا علاقه. تعقلي كبر بزاف ونضج وكتبقى فاطمه احسن صديقه واحسن شخص تلاقيته في حياتي. دائما مسكينه حظياني بحال شي اختها صغيره مع العلم انني انا اكبر منها سبحان الله العظيم. ولا واحد كيجيب لي ربي شحال في طريقه، يا اما شي راجل يتزوج بك ينقذك ويقاد لك حياتك، يا اما شي صديقه كتنقذك، يا اما شي ولد خالك شي عمتك كتديك لبرا شي تخربيقه سبحان الله العظيم، يا اما راسك. مهم رزقك ما حد كي باقا عايشه غادي يجي لك بصوره او باخرى.